بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحمد لله على الثلاث نقاط تاع اليوم. مقابله كما توقعناها ما كانتش سهله. نظن باللي كل المقابلات ما فيش مقابله سهله ومقابله صعبه، تقريبا نفس المستوى كل الفرق. ونشوفوا في كل المقابلات يعني مفاجآت، ونشوفوا فرق اللي كانت على الورق ربما كانت توقع انهزامها فازت في المقابلات الاخرى. نظن باللي تقريبا المستوى راه متقارب. فيما يخص المقابله تاع اليوم، شاهدنا يعني الشوط الاول كان مستوى متوسط، الشوط الثاني كان حسن بالنسبه لنا خاصه في الشق الهجومي. بدينا المقابله بقوه وين ضغطنا على الخصم، يعني ربما ما قدرناش نخلقوا ثغرات او مساحات خاصه في الثلث الاخير باش نخلقوا فرص. ما كانش عندنا فرص كثيره في الشوط الاول. رغم ذلك يعني جاتنا فرصه تاع ضربه جزاء اللي ضيعناها. الشوط الثاني عملنا تغييرات، عدلنا بعض الامور التكتيكيه في الشق الهجومي. الحمد لله وين قدرنا خلقنا فرص عديده اللي كنا قادرين نسجلوا منهم اهداف. نظن بلي كانت عندنا 3 أو 4 فرص سارحه للتسجيل، وجه جمال الحارس ضيعناها. دائما سوء التركيز او تسرع اسباب هذه تضييع الفرص، هذه المشكله تاعنا لحد الان. كذلك يعني الغيابات تاعنا يعني اثرت على الفريق، يعني نكونوا صراحه يعني خاصه القائد تاعنا اكرم جحنيط، يعني الوزن تاعو عنده وزن كبير في الفريق. نظن باللي الغياب تاعو اثر علينا يعني بالجانب الهجومي. على العموم اللاعبين مشكورين على الاداء تاعهم تاع اليوم. يعني الشيء الايجابي اليوم هو يعني الاصرارهم على الفوز، يعني شفنا العزيمه كبيره اللي لعبوا بها والروح اللي لعبوا بها، هذا هو اهم شيء. نشكر كذلك المنافس على الاداء اللي قدموه. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في المقابلات الاخرى. اليوم ان شاء الله مقابله الفوز تاع اليوم ربما يعني عاودنا رجعنا لسكه الانتصارات، وباش نساو الهزيمه الاخيره تاعنا اللي كانت في الثوره. ان شاء الله تكون بدايه ان شاء الله لسلسله تاع نتائج ايجابيه اخرى ان شاء الله.